عمرك سألت نفسك وزارة الكهرباء بتحاسبك ازاي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تالتة ثانوي عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بصحة كويسة ولسه عندكم حماس ان انتوا تكملوا تالتة ثانوي. طيب، حصة النهارده هي اخر حصة شرح في الدرس الاولاني كله، ومن بعد الفيديو الشرح ده احنا هنبدأ ننزل فيديوهات بقى على الدرس الثاني وعلى الدرس الثالث باذن الله، وان شاء الله اول فيديو حل هينزل النهارده او اخر الاسبوع باذن الله. هيتصور النهارده وهينزل اخر اسبوع. زي ما انا قلت لك في اول السنه، الدرس الاولاني عباره عن اساسيات مهمه بالنسبه لك ان انت تعرفها. تقريبا في كل درس من الدروس اللي موجوده في المنهج ينفع يسالك عن اي حاجه تخص الاساسيات دي، بس على حسب سياق الدرس بتاعي. تمام؟ احنا النهارده هنتكلم على القدره والطاقه وهنسترسل في شرح فيهم باذن الله. تمام؟ نبدا بسم الله في شرح الطاقه والقدره الكهربائيه. طيب، اول حاجه احنا هنتكلم عليها في حلقه النهارده اللي هي الطاقه المستنزفه. عشان تفهم فكره الطاقه، انا بالنسبه لي الكهرباء بتتنقل من محطه التوليد لحد البيت عندي. انتقال الكهرباء من محطه التوليد لحد البيت عندي بيتم عن طريق سلك، اهو السلك ده بيستهلك كهرباء او بيستهلك جزء من الطاقه اللي بتطلع من محطه التوليد دي. طيب انا هحسب الطاقه دي ازاي؟ انت اصلا خدت قانون بتاع الطاقه ده، خدته ازاي؟ خدته على شكل قانون لفرق الجهد، اللي هو كان عندك الدبليو اللي هي الشغل، المفروض ان هي بتساوي في في كيو، اللي انت خدتها ان فرق الجهد في كميه الكهرباء يديني الشغل او الطاقه. يبقى انا بالنسبه لي اول معلومه انا عايز اعرفها عن الطاقه ان هي زيها زي الشغل، زيها زي الشغل، رمزها دبليو، وفي ساعات بعض الناس بتسميها اي، تمام؟ ووحده قياسها بالمناسبه اللي هي الجول، وحده قياسها اللي هي الجول، زيها زي الشغل بالظبط. طيب، ده بالنسبة لأول قانون بستعمله علشان أحسب الطاقة المستنزفة. طيب، القانون ده أنا أقدر أفكه؟ أقدر أفكه إزاي؟ الحاجة اللي أنا هفكها في القانون ده هي الكيو. الكيو هتتفك. طب هتتفك لإيه؟ هتتفك عندي ل I في T. هتتفك عندي ل I في T. نظبط لك كده الكيو عندك اي في تي. فانا بالنسبه لي الكيو هتساوي اي في تي. فانا هعمل قانون للطاقه عن طريق ان انا اضرب الفي في الاي في التي اللي هي فكه الكيو. يعني من الاخر كده القانون الثاني للطاقه هتبقى الدبليو بتساوي في في الاي في التي، في في الاي في التي. يبقى انا بالنسبه لي دبليو بتساوي في في اي في تي. هي دي الطريقه اللي انا بحسب بيها الطاقه عن طريق فرق الجهد وشده التيار. طب افتراضا هو في اي مساله عندي مش اداني لا فرق الجهد ولا اداني شده التيار. انت عندك واخد الحصه اللي فاتت في حصه المقاومه، يعني ان انت عندك المقاومه بتساوي الفي على الاي. يبقى اذا انا اقدر اعمل قانون على الكلام ده، اللي هي الاي ممكن تساوي الفي على الار، او ممكن الفي تساوي الاي في الار. اهو كل القوانين دي انا دلوقتي هستعملها علشان اعمل قوانين للطاقه الكهربائيه. تمام؟ هعمل قوانين بقى ازاي؟ ركز معايا. انا بالنسبه لي هشيل مره الاي وهشيل مره تانية الفي. تمام؟ تعال نبدا بالمره اللي احنا هنشيل فيها الاي. تمام؟ لما نشيل الاي فساعتها الدبليو هتساوي الفي، هتنزل زي ما هي. تمام؟ طيب الاي هستعمل القانون اللي انا لسه عامله ده دلوقتي، اللي هي الاي بتساوي الفي على الار. تمام؟ فهنزلها هتبقى، هشيل الاي اللي موجوده عندي في القانون، هتبقى في على الار في التي.
تمام. لما اضرب الفي في الفي اللي زيها ساعتها هتبقى الدبليو بتساوي في تربيع على الار في التي. في تربيع على الار في التي. يبقى تاني بالراحه، انا كل اللي انا عملته ايه؟ ان انا شلت الاي من القانون الاساسي بتاعي، شلت الاي من القانون الاساسي بتاعي ونزلت مكانها الفي على الار، علشان انا عندي الاي ممكن تساوي في على الار، فدخلتها في القانون ده. تمام. فطلع لي قانون جديد للطاقه الكهربائيه اللي هو عندي الدبليو بتساوي في تربيع على ار في تي. في تربيع على ار في تي. طيب تعالى بقى نجرب نشيل الفي. تعالى نجرب نشيل الفي. لما نشيل الفي هنحط القانون ده. انت عندك ان الفي بتساوي اي في ار، فهبدأ اشتغل على قانون الطاقة. هنزل الطاقة اهي، W بتساوي، هنشيل الفي ونحط مكانها اي في الار في الاي اللي كانوا موجودين اصلا في القانون معايا في التي. تمام. هيبقى معايا 2 اي في القانون، يبقى معنى كده ان الدبليو هتساوي اي تربيع في الار في التي. اي تربيع في الار في التي. ادي رابع قانون والاخير بالنسبه لي في قصه الطاقه الكهربائيه. يبقى انا عندي بالصلاه على النبي كده 4 قوانين للطاقه. تمام. اول قانون عندي اللي هو الفي في الكيو. تمام. بعد كده انا فكيت الكيو للاي في التي. تمام. فطلع لي قانون في في اي في تي. طيب تالت قانون عندي اللي هو في تربيع على الار في تي. ايه اللي عملته؟ اللي انا فكيت الاي، شلت الاي عندي وحطيت مكانها في على ار، فبالتالي طلع لي في تربيع على ار في تي. طيب اخر قانون معايا اللي هو اي تربيع في ار في تي. تمام. ايه اللي انا عملته بالظبط؟ ان انا شلت الفي وحطيت مكانها اي في ار، عشان الفي بتساوي اي في ار من قانون اوم اللي انت خدته في الفيديو اللي فات اللي انت تقدر تسمعه عادي. تمام. طيب تعالى بقى ندخل على القدره او الحاجه اللي وزاره الكهرباء بتحاسبك عليها. صلى على رسول الله. دايما انت بتلاقي اي جهاز عندك في البيت مكتوب عليه كلمه وات، رقم وجنبه حرف الدبليو اللي هو بالعربي وات. ايه الوات ده؟ ده وحده قياس القدره. يعني من الاخر كده انا بقول لك الجهاز بتاعي بيقدر يقيس مثلا 50 واط، 60 واط، 70 واط، ايا كان. وزاره الكهرباء بقى بتحاسبك على عدد الواتات دي. تمام. ازاي؟ انا عندي جهاز معين قدرته 80 واط، بتحاسبك ازاي بقى؟ او يعني ايه 80 واط؟ يعني من الاخر كده هو بيستهلك وليكن 80 جول في الثانيه الواحده. يعني هو بيستهلك طاقه كهربائيه كل ثانيه مقدارها 80 جول. ده معنى كلمه 80 واط. يبقى معنى كلمه 80 واط ان هو بيستهلك كميه طاقه معينه في زمن معين. وده تعريف القدره الكهربائيه بتاعتي. يبقى القدره الكهربائيه بتاعتي الطاقه المستنزفه خلال زمن معين. خلال زمن معين. وبالمناسبه القدره دي المفروض ان هي رمزها البي دبليو. تمام. علشان كده دايما العداد بتاعك بيقرا بالوات، ووزاره الكهرباء بتحاسبك بالوات. تمام. ودايما كل شركه بتتباهى ان هي بتعمل شاحن مقدار الوات بتاعه اعلى من العادي. تمام. طيب يبقى انا بالنسبه لي انا فهمت دلوقتي ان القدره الكهربائيه دي مقدار الطاقه اللي انا بستهلكها خلال زمن معين. طيب واحده واحده بقى عليا. طاقه خلال زمن معين، يبقى اذا انا اقدر ابني قانون من الجمله دي ان البي دبليو بتساوي الطاقه على الزمن. طاقه على الايه؟ على الزمن. طاقه على الزمن. وده القانون اللي انا هبني عليه كل القوانين اللي جايه. ده القانون اللي انا هبني على اساسه كل القوانين اللي جايه معايا. تمام. اللي هو البي دبليو بتساوي اي على تي. طيب خد بالك بقى من حاجه معينه. انت بالنسبه لك الاي ليها 3 قوانين فيها في في اي. تمام. وقانون لوحده كده اللي هو اللي فوق اللي هو بتاع
الفي في الكيو. تمام، انا ماليش دعوه باللي فوق، انا هشتغل بالثلاثه اللي تحت. اول قانون معايا الدبليو بتساوي في في اي في تي، يبقى معنى كده ان انا هشيل الاي اللي في القانون واحط مكانها كده، يبقى اذا البي دبليو بتساوي في اي في تي على التي. يبقى اذا الزمن هيروح مع الزمن، يبقى اذا القدره بتاعتي هتساوي الفي في الاي، الفي في الاي. يبقى انا بالنسبه لي القدره بتاعتي هتساوي الفي في الاي. طيب ده بالنسبه لاول قانون من قوانين الطاقه اللي انا فكيته وحطيته في المساله بتاعتي بالشكل ده. طيب ندخل بقى على القانون الثاني اللي بالاصفر ده، اللي هو الدبليو بتساوي في تربيع على ار في تي، في تربيع على ار في تي. هنزله كده مكان الاي، يبقى ساعتها البي دبليو بتساوي في تربيع على الار في التي، كل ده مقسوم على الزمن. يبقى اذا التي برضه هتروح مع التي، فاذا القدره بتاعتي هتساوي الفي تربيع على الار، الفي تربيع على الار. تمام، من الاخر كده كل قانون القدره فيه زمن، فانا هشيل الزمن ده، انا هشيل الزمن ده. طيب اخر قانون معايا اللي هو كان عندك اي تربيع في ار في تي، فساعتها القدره لما اجي احسبها او اجي اعوض بالقانون ده هتبقى اي تربيع في الار في التي على الزمن بتاعي، فالتي هتروح مع التي فهتساوي اي تربيع في الار، اي تربيع في الار. يبقى انا كده بالصلاه على النبي جمعت لك كل قوانين القدره اللي موجوده عندك في الكتاب. اي تربيع في الار، او في تربيع على الار، تمام، او في اي، او عندك القانون الاساسي اللي هو اي على تي او دبليو على تي. هي دي كل قوانين القدره بالنسبه لك. وبالمناسبه هو في الامتحان بتاع اخر السنه دي القوانين اللي انت هتستعملها او تحسب بيها اي قدره موجوده عندك في المنهج. يبقى انا دلوقتي فرقت لك ما بين القدره والطاقه المستنزفه. تمام، الطاقه دايما مربوط بيها الزمن، اما القدره مش مربوط بيها الزمن. فهمت اللي انا اقصده ايه؟ وخد بالك من حاجه معينه، كل قانون من دول بستعمله في طريقه توصيل معينه، اللي هي طريقه توصيل التوالي والتوازي. ايه الكلام ده بقى يا مستر؟ يعني ايه توصيل توالي؟ يعني ايه توصيل توازي؟ ده اللي احنا هناخده ان شاء الله الحصه الجايه والفيديو الجاي. تمام، ان شاء الله على الجروبات بتاعتنا وعلى الصفحه بتاعتنا هننزل كل سبورات الشرح اللي احنا نزلناها في الاونلاين علشان تسجلها عندك لو عايز تنقل اي معلومه انت عايزها. وبس كده احنا كده خلصنا ان شاء الله. يا ريت ما تنساش تشترك وتفعل الجرس باذن الله، وتابعنا على كل الصفحات عشان بننزل عليها افكار ومسائل حلوه. تمام، كان معاكم مستر محمد اياد، واشوفكم ان شاء الله الحصه الجايه. سلام.